Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Guten Tag, 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 Tag. Scheiße, Scheiße. Ja, ja, wunderbar. السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات كورس الألماني مع فاطمة حسن، ده اللي هو أنا يعني. النهاردة بنتكلم على قاعدة منفصلة غير الكورس الأساسي اللي احنا شغالين عليه، وهي حروف جر الداتيف زي ما أنا كاتباها لك بالعربي. طبعا أنا كاتبة لك كلمة الداتيف بالعربي كده علشان بس يعني لفت انتباه للناس اللي لسه مبتدئة ما بتبقاش عارفة في الأول كلمة دطيف. لكن أنا ضد التعريف، يعني أنا ما بحبش أكتب كلمة دطيف بالعربي، ده صورة خاطئة جدا. ولكن للأسف لازم نكتب كده بالعربي في الأول لغاية ما إن شاء الله تتعودوا على الشرح، وبعدين الأمور تتظبط. المرة اللي فاتت شرحنا حروف جر الأكوزاتيف، وقلنا إنه في 7 حروف جر ثابتين. أول ما بتشوف حرف جر معين منهم من ال7 اللي فاتوا ارجع خطوة لورا بقى اتفرج على الفيديو، بتبدأ تطبق قاعدة الأكوزاتيف. النهاردة بنطبق قاعدة الداتيف على الاسم اللي يجي بعد حرف جر من ال10 اللي قدامك دول. أول حاجة بتعرف معنى حرف الجر، وتعرف إن هم 10 حروف جر ثابتين بيجي بعدهم داتيف على طول ما بيتغيروش. تعرف المعنى وطبق القاعدة على طول، مش محتاج أي فزلكة ولا محتاج وجع راس ولا محتاج أي مشاكل. طب حروف الجر دي اللي هي إيه؟ أنا كاتبة لك بالعربي. يعني بداية من، ابتداء من فترة زمنية معينة. يعني لما اديلك مثال واقول لك انه من الشهر اللي جاي انا هذاكر الماني، يبقى ab next Montag ab next Monat bitte. ab next Monat يعني من الشهر اللي جاي، دايما من الاتنين اللي جاي مش عارفة اسطب معايا ليه. بعد كده aus دي بتيجي مع البلاد اكتر. ich komme aus Ägypten، ich komme aus Deutschland، ich komme aus واكتب اسم البلد بتاعك. أوصى باستثناء، أوصى باستثناء ما عدا. أنا مش عارفة ترجمة عربي تاني أكتر للدول العربية، أنا والله بحاول قدر المستطاع التبسيط بحيث إنه أنت تكون فاهم قدر المستطاع. زايت يعني منذ مدة معينة، منذ مش عارف ايه، زي تقريبا في الإنجليش كان اسمها سنس، أنا الإنجليزي ده ضايع معايا، فكان تقريبا اسمها سنس هي نفسها زايت. فن يعني من، بس بتيجي كإيه؟ هشرح لك الفرق في نهاية الفيديو ما بين aus وفن، الاتنين بمعنى من، ولكن كل واحدة ليها كونتكست أو سياق معين تقدر إن أنت تستعملها من خلاله. ليها أكتر من معنى. معناها في، زي مثلا ما أقول ich bleibe zu Hause أنا قاعد في البيت، زي ما أقول مثلا إلى أنا رايح إلى الطبيب، عند، حسب الكونتكست. باي يعني عند أولادك، أنا عند جدتي، أنا مثلا عند والدتي، أنا عند كذا، أبتدي أطبق المعنى بتاعي. مت حسب الاستعمال، مع باستخدام باستعمال بواسطة على حسب الكونتكست. ناخ يعني إلى أو بعد. جيجن über هي نفس معنى جيجن اللي أخدناها في الأكوزاتيف. دي المعاني. معاني حروف الجر بتختلف باختلاف سياق الكلام، يعني المعاني اللي أنا كاتباها دي كويسة وكل حاجة، ولكن ممكن يعدي عليه كونتكست معين أو سياق كلام معين يخلينا نغير المعنى. يبقى سريعا ab aus außer seit von zu bei mit nach gegenüber. أحفظ البريبوزيشنال، أعرف بالتكرار هيثبتوا معاك. ما تاخدش فكرة الحفظ إن هي حاجة مملة. أنا بكره الحفظ، أنا واحدة ما بحفظ، ما بنسى بسرعة، بنسى كل حاجة. فمش هقولك احفظ، بس هقولك خليهم قصاد عينيك، راجع عليهم كل فترة هتلاقي إن هما ثبتوا لوحدهم. عادي لما تنسى 1 أو 2، مش لازم إن أنت تعدهم لي يعني مثلا زي فونسو أرس بلا بلا بلا، مش لازم. ولكن مجرد ما تشوف البريبوزيشن على الأقل تبقى عارف ده داتيف ولا أكوزاتيف، ولا لسه كمان قدام هناخد الفيكسل بريبوزيشن. طيب بعد كده البايشبيل بتاعتي اللي بتوضح المعنى. مثلا beispielsweise oder zum Beispiel der Kurs beginnt ab nächsten Montag. ده البايشبيل اللي أنا كنت بقوله في الأول، عشان كده ثابتة معايا كلمة Montag. der Kurs يعني الكورس بتاعي beginnt هيبدأ ab بداية من، ابتداء من nächsten Montag. هو فين هنا تطبيق كازوس الداتيف؟ ازاي كاتبالي next؟ مش ده كده أكوزاتيف؟ أقول لك لأ، ده كده اسمه adjective declination أو تصريف الصفات. فنكست يعني القادم، حطيت لها ايه هنا علشان
تصريف الصفة مع الداتيف بنحط له ايه ان ما عدا حالة معينة انا بتكلم فيها بوقتها. مش فاهم مش مشكلة، المهم تبقى فاهم ان احنا هنا طبقنا داتيف. الصفة لما بتيجي ما بين الاسم ما بين حرف الجر او ما بين الارتكل بتاع الداتيف بيبقى ايه ان لغاية دلوقتي لغاية ما تيجي بوقتها. تمام، يبقى الكورس هيبدأ من الاثنين اللي جاي. Die Geschäfte المحلات sind بيكونوا ab 8 Uhr geöffnet. 8 Uhr هنا صح، يعني مش المفروض احط مثلا 20 Uhr. الاتنين صح لما بنستعمل الفورمال والانفورمال على حسب الكونتكست اللي انت مستعمله. انا هنا مستعملها انفورمال يعني غير رسمية، ما قلتش 20 Uhr وبتمشي صح مفيش مشاكل في الأمجانسprache او في لغة اللي هي مش عايزة اقول لغة الشارع فالناس تفتكر ان انا بغلط، يعني مش غلط، اللغة الدارجة من الآخر. تمام، يبقى ده كده تطبيق. هتقولي فين القاعدة؟ ما هو لو الحاجة ليها أعتكل لو ليها أداة بطبق، ملهاش خلاص ولا كأني شايفها، ببقى عارف إنه هي تطبيق بس مش لازم أحط لها الإيه القاعدة بتاعتها. طب هنا مثلا ich komme aus Ägypten. Ägypten ملهاش أعتكل ملهاش أداة فمش هحط قاعدة، يعني مش هقول ديم Ägypten، مش هقول مثلا der Ägypten، خلاص هي ملهاش، هعمل إيه يعني. لكن كلمة إغراق، وخلي بالك إغراق بتتكتب بالكا أو بالكو، الاتنين صح، الاتنين مفيهمش مشاكل. فبقول مثلا ich komme aus dem Irak. طب ليه خليتها dem Irak؟ لأنه أصلها der Irak، فبقلبها في الداتيف تبقى dem Irak. لو أنت أصلا على الله حكايتك ومش عارف تطبيق قاعدة أو كازوس الداتيف، ده هنشرحها قدام إن شاء الله شوية بشوية. أنا ماشية بطعمتك على حسب اللي بتكرر الأسئلة بنشرحها. هنا مثلا ich komme aus der Türkei. هي تركيا أداتها إيه؟ دي تركيا. تركيا ليها أداة؟ سبحانك يا رب طلع ليها أداة. لازم بقى تبقى واخد بالك كده وتنتبه معايا إن تركيا ليها أداة، فانتبه إنه ich komme. خلي بالك هنا عشان أنا شغالة ده PDF المفروض في الورد دي دوبل أم، في هنا إم كمان، دي غلطة زي اللي تحت إيدي ده في هنا 2. ماشي ما خدتش بالي، المفروض إن ده PDF أنا شغالة مساحة الورد، فهنا اكتبها لك اصححها لك. هنا هتبقى كوما دوبل ام. ماشي، دي غلطه انا ما خدتش بالي وانا بكتب او وانا بنزل، ما اعرفش ايه اللي حصل. المهم يعني هصلحها لك في اللي هي هتطلع لك دلوقتي. ايش كوما مكتوبه زي اللي فوقها، انت هنروح بعيد ليه؟ زي اللي فوق دي كده بالظبط. يبقى ايش كوما aus der Türkei. ايش كوما انا جاي من aus der Türkei يعني انا من تركيا. تمام، طبق قاعده الداتيف طبعا. طيب اللي بعد كده ich komme aus den USA. أنا من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الأعتقد بتاعتها دي، بس دي بلغة، دي البلغال أو دي الجمع في الداتيف بتتقلب لدين. وخلي بالك مش دن بنقول عليها دين، فيها مطة شوية، ده الأصح في الأوسبراخ أو في النطق لتمييز يعني ما بين دن وما بين دين، لأنه في دن اللي هي دوبل إن برضو هكتبها لك هتظهر لك دلوقتي على الشاشة، دي معناها لأن. فبنفرق ما بين دن ودين، اللي فيها ان واحده هي اللي فيها مضه خفيفه. تمام، لكن لو قلت دين برضو تمشي صح مفيش مشاكل صح تمام يعني. بس المفروض يعني بنقول دين طالما ان واحده او ام واحده ففيها مضه خفيفه. يبقى ich komme aus den USA، يبقى انا جاي من الولايات المتحده الامريكيه. بس لو قلت كلمه امريكا، اللفظ بتاع كلمه امريكا، فانا ما بحطش ليها اعتكل اصلا. لكن لفظ USA ليها أداة، بتبقى الأداة بتاعتها دي الجمع، فبتتقلب في الداتيف تبقى دين. ich komme aus أمريكا. برضه كوما هنا في ام برضه، مش عارفة الكيبورد ايه اللي حصل أو أنا ما خدتش بالي ازاي. المهم في الكتابة في دوبل ام. تمام، هنا مثلا alle الكل sind da كله هنا außer باستثناء meinen Vater. الكل هنا ما عدا الوالد، والدي مش هنا. يبقى أوصى باستثناء أطبق الكازوس بعدها بتكون داتيف. وهنا حطيت ماينم اي ام في الآخر. تقول لي ليه؟ أقول لك ايه أصلها ماين، والديم دي اللي هي ديم فاطا، خدت الاندونجر اي ام وحطيتها تبقى ماينم فاطا. لو أنت أصلا مش فاهم قول لي وهنشرح الداتيف أو قاعدة الداتيف تطبيقها بيكون ازاي. أنا بشرح على أساس إن أنت فاهم أصلا القاعدة بتطبقها ازاي. طيب ich lerne Deutsch. أنا بتعلم ألماني seit منذ einem Jahr. منذ سنة. ده لو حد لسه مبتدئ أو لسه بيتعلم ألماني منذ سنة. ich unterrichte Deutsch. أنا بدرس للناس ألماني seit 7 Jahren.
منذ 7 سنين، بقالي 7 سنين بشتغل أو بدرس أو بشرح ألماني. يبقى هنا بتحط البغابوزيسيون حرف الجر بتاعك وطبق كازوز الداتيف على طول، مفيش فيها مشاكل. Das Geschenk الهدية ist بتكون von dem Lehrer، بتكون من المدرس من المعلم، يبقى أنا أخدتها من المعلم أو الهدية جاية لي من المعلم. هنا مثلا was sind Sie von Beruf، ده الاستعمال السؤال بتاعنا لو أنا بقول لك أنت بتشتغل إيه، فبقول لك was sind Sie von Beruf. Das ist der Vater von فاطمة، ده والد فاطمة، يبقى هنا ملكية. يبقى von بتيجي بمعنى بغابوزيسيون معناها من، يعني حاجة جاية من حد، زي كلمة from يعني ماشي بتمشي في الإنجليش، وبتيجي للملكية وبتيجي برضو بمعنى امتلاك أو زي as في الإنجليش كجوب، يعني as بلا بلا بلا. ماشي عشان ما نبوظش الإنجليزي أكتر ما هو بايظ. فالمهم إن أنت بتشوف الكونتكست وتحط كلمة from. Heute النهاردة fühle ich mich krank، حاسة نفسي إنه أنا تعبانة، ودي حقيقة والله. أنا بسجل الفيديو ده وأنا تعبانة فعليا. deshalb ولذلك ومشان هيك بالسوري بحط الفعل طبعا بوزيشنومة 2 أو الموقع التاني bleib ich zu Hause، وعشان كده أنا قعدت في البيت. فكده في البيت كده في أهو، يبقى تسوق معنى فيه، تمام. هي بتيجي على بعضها zu Hause على طول في المنزل. طب لو أنا رايح ich gehe zu dem Arzt، أنا رايح إلى الطبيب أو ذاهب إلى طبيب، فهنا قلنا zu dem Arzt اللي هي بتتقلب في اللي بعدها تحتها على طول zu اختصار. هنبقى ناخد اختصارات برضو زي in das بتتقلب لins، zu dem بتتقلب لتسم، by dem بتتقلب لبايم، وهكذا. هناخد الاختصارات دي إن شاء الله برضو شوية بشوية. عايزين نقول ايه؟ اللي انا كنت عايزه اقوله هو مش جيم ده فعل يدل على الحركه، فالمفروض ان انا اطبق قاعده الاكوزاتيف، علشان هنا مثلا تبقى تسو دين اللي هي دي اي ان عكس. اقول لك غلط، تقول لي ليه؟ ما انا خدت انه في حروف جر بطبق فيها القاعده، بيبقى الفعل فيه حركه فطبق قاعده الاكوزاتيف. اقول لك صح، بس هو ده اصلا من بغابوزيسيونن الفاكس بغابوزيسيونن أو حروف جر المتغيرة، ده أصلا لطيف ثابت، مالكش دعوة بالفعل ولا حركة ولا بركة. خليك ثابت على مبدأك، بلاش الخربطة اللي بتحصل. دول 10 لما تشوف واحد منهم لطيف من غير أي مشاكل. هنا مثلا ايش ياتسوم اتس، خلاص ده اختصار عشان بس اوري لك انه تسو دين بتتقلب لتسو، بس هو ده الفكرة. بعد كده ich wohne bei meiner Tante، أنا عايش عند عمتي أو عند خالتي، يبقى باي يعني عند. تطبيق القاعدة أهو، ماينا آخرها إيه تانتا عمتي أو خالتي. والله لا أنا عشت تبع دول ولا أنا عشت تبع دول، بس ماشي. المهم jetzt دلوقتي bin ich bei dem Arzt، دلوقتي أنا عند الدكتور، أنا دلوقتي عند الطبيب بالفعل. اللي هي by them بتتقلب لباين، ده على طول، ده مش مثال زيادة بس بوري لك الاختصار تم ازاي. Ich arbeite nicht bei Vodafone، مش لازم القاعدة عشان أطبقها تبقى صحيحة التطبيق إنه الكلمة يكون ليها أداة. لا، طب ما هي ملهاش، بس هي الكازوز هنا أنا فاهم إنه هي ضفيف. فودافون هي اسم شركة فملهاش أرتكل، مش هحط ضفيف ولا أكوزاتيف، مش هحط حاجة، فأقول باي فودافون على طول من غير فزلك. تمام؟ يا رب تبقوا فاهمين قصدي إيه. هنا مثلا ich gehe mit، هنا mit meinem Freund ins Kino، أنا رايح مع صاحبي أو صديقي إلى السينما. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Ich spreche mit meiner Mutter، أنا بتكلم مع والدتي. Ich spreche mit meiner Mutter، تمام، بتكلم مع والدتي. فهنا تطبيق الكازوز أهو، ال او دي موتة تتقلب لدي موتة. اخد الاندونج الاي واحطها لي البوسيسيف عشان ما توجعش راسك في حوار التطبيق. nach dem Frühstück، بعد الفطار. nach dem Frühstück، خلي بالك انه انا نظري ضعيف اصلا، فممكن ما اخدش بالي الكلمة ان انا بكتب سريع، والكيبورد كمان بتبقى انجلش بكتب على السريع، فممكن يكون في كلمة ما انتبهتش ان هي مكتوبة ازاي. ماشي، فهنا لو في حاجة زي كومن فوق أنا ما انتبهتش إنه في دوبل إم، أكيد مش هكتب لك قاعدة غلط، أكيد مش هكتب لك، مش طالعة أنا أدرس لك اللغة وهكتب حاجة غلط. أقل حاجة هتأكد من أبلكيشن ترجمة قبل ما أشرحها لك، فبس الانتباه بيكون من النظر، العتب على الجزر. تمام.
فالمهم nach dem Frühstück gehe ich zur Arbeit. zur Arbeit اللي هي عبارة عن zu der Arbeit. طب ليه طبقت zu der Arbeit؟ عشان برضو الضاتيف بسبب البريبوزيسيون zu ماليش دعوة بالفعل هو بيدل على حركة ولا سكون، لأنه هي القاعدة هنا بتطبق لو كانت التسعة فيكسل بريبوزيسيون. ده اللي هناخدهم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي مش دلوقتي. المهم ich reise nach Deutschland. أنا مسافر إلى ألمانيا، رايح على ألمانيا. فألمانيا ملهاش أعتقل، خلاص هحطها زي ما هي، مش لازم أتفزلك يعني. das Café، الكافيه بتاعي، خلي بالك كافيه دي كلمة جاية من الفرنش أو الإيطالي تقريبا، عشان كده في أكسون كده تقريبا فرنش. liegt يعني يقع أو يوجد يعني. dem Park gegenüber، هي كده مكتوبة غلط لو ربنا صح. إيه الغلط اللي فيه؟ هي صح وزي الفل، المفروض اللي تحت هي اللي صح. das Café liegt gegenüber dem Park. هقول لك الاتنين صح، الأولى اللي بالأزرق صح والتانية اللي بالأحمر صح، مفيش فيها مشاكل. تقول لي إزاي؟ أقول لك الألمان بيستعملوا الاتنين مفيش فيها مشاكل، التانية هي مشهورة أكتر، ولكن الأولى برضو اللي بالأزرق صحيحة مش غلط. يبقى das Café liegt dem Park gegenüber صح، das Café liegt gegenüber dem Park برضو صح، مفيش فيها مشاكل. تمام. هو أنا مش فاكرة أنا ترجمت الكلام ولا لأ، صدق إن أنا نسيت أصلا وأنا بسمع الفيديو، بسمع وأنا بقول مش فاكرة أنا ترجمت ولا لأ. لو أنا ما ترجمتش وأنا بعملك المونتاج عشان الصوت يطلع كويس يعني لحد ما هترجمها لك لو أنا ما ترجمتش، بس أعتقد إن أنا ترجمت. المهم الفرق ما بين جيجن إيبا وجيجن هو الحالة الإعرابية، إنه جيجن بيجي بعدها أكوزاتيف زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، وجيجن إيبا بيجي بعدها أو قبلها الضطيف، الاتنين صح. آية الباشبيرة بتاعتهم دي بانك ليكت جيجن دين بار، البنك يقع في واجهة أو في الجهة المقابلة أو في عكس، أو ترجم زي ما نفسك براحتك خالص، المهم إن الكازوس تكون صح تبقى دين بار. دي بانك ليكت جيجن إيبا دين بار صح وما فيهاش مشاكل، ولو قلت تحت دي بانك ليكت دين باك جيجن إيبا برضو تبقى صحيحة مفيش فيها أي مشاكل. تمام. طيب ايه الفرق ما بين aus وفون كحرف جر؟ الاتنين معناهم من، ولكن aus بتستعمل مع البلاد. ich komme aus Ägypten, ich komme aus dem Irak, ich komme aus dem Iran und so weiter. ich komme aus dem Sudan عشان حبايبنا السودان ما يزعلوش مننا. المهم انه aus تيجي مع البلاد، سواء بقى ليها اعتقد سواء ملهاش براحتنا، ودي هنتكلم فيها برضو في فيديو منفصل او في فيديو منفصل يعني، هنشوف الحوارات دي ان شاء الله. بتيجي مع الأماكن المغلقة، لو مكان ليه حواف، حاجة ليها حواف أو مغلقة فبتيجي بمعنى أوس بمعنى من. البيت بقى شنطة، استخراج حاجة، بطلع حاجة من حاجة ليها حدود، يبقى زي الفل، وهديلك بعشوية دلوقتي. فن بتيجي بمعنى من للأشخاص وللأماكن العامة زي العمل أو زي الجامعة. مثلا ich komme aus dem Supermarkt صح، صحيحة، وطبقت كازوز اللطيف معناها أنا جاي من السوبر ماركت، وحتى أنا عاملة لك هايلايت في الألوان يعني بدعلك في الألوان. ich komme aus dem Supermarkt يعني أنا جاي من قلب السوبر ماركت، يعني أنا كنت في السوبر ماركت وطلعت إيه وجاية عليك دلوقتي. طيب لو نزلنا سنة ich komme von dem Supermarkt يبقى أنا كنت في السوبر ماركت وجايالك من الطريق. يعني إيه جايالك من الطريق؟ يعني أنا طلعت من السوبر ماركت خلاص، خلصت الشغلات اللي بعملها، خلصت شغلي اللي بعمله، اتسوقت وخلصت وطالع أو طالعة من المكان وجايالك على الطريق، يعني مروحة على البيت مثلا، مروحة خلاص يعني خلصت الشغل اللي أنا بعمله ماشي، يعني أنا طلعت من المكان نفسه. حتى كاتبالك بالعربي الخلاصة aus يبقى من قلب أو من جوه أو من داخل المكان، فخرجت، استخراج، في خروج من المكان أهو. طب فن من عند المكان، يعني أنا كده كأني واقف قدام السوبر ماركت وطالعة من عنده ومروحة. مش عارفة أوصلك الفكرة ولا لأ، بس إن شاء الله تكون الإيه المعنى واصل، لأنه ده أكتر سؤال بنشوفه في الكومنتس، أو أكتر سؤال أنا بتسأله حتى في الكورسز معايا. إيه الفرق ما بين aus وفن؟ الاتنين بيدولك معنى من، ولكن من ومن كل واحدة ليها كونتكست وسياق معين. وهنا ده جبت لك beispiel صغير خالص ich komme بلا 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 der Arbeit، اختار aus ولا فن.
Ich nehme den Stift. أنا بطلع القلم نقط der Tasche. فاختار مين aus ومين von. اكتب لي في الكومنتس لو انت فاهم القاعدة ولو انت فهمت قصدي ايه من الشرح. ان شاء الله يا رب اكون قدرت اوصلك الفكرة. كده شرحنا البريبوزيسيونن ميت اكوزاتيف، وشرحنا البريبوزيسيون ده في الفيديو اللي فات، وشرحنا في الفيديو ده كمان البريبوزيسيونن ميت داتيف. لو انت فهمت اكتب لي ان انت فهمت. لو انت ما فهمتش حاجه او حاجه وقعت قول لي اللي وقع منك وبشرحها لك في فيديو منفصل. انا عامله سلسله مخصوص علشان اي حاجه في الكورس بشرحها انت مش فاهم اعملها لك فيديو على طول ان شاء الله. تمام. يبقى فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا بغابوزيسيونن الفيكسل بغابوزيسيونن او حروف الجر المتغيره اللي مره بتكون اكوزاتيف ومره بتكون داتيف. وده بنعتمد وساعتها بنبص على الفعل، مش بنشتغل زي الحروف جر اللي هنا ال10 داتيف وال7 اكوزاتيف. هنشرحها امتى؟ ده ان شاء الله هنشرحه الفيديو اللي جاي. انتظرونا واستنونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وكده خلصنا، والى لقاء اخر ان شاء الله.